ناس بتقول او جرايد كتبت ان حضرتك اتجوزتي 15 مره، وفي ناس بتقول 10. 15. ما انا هقول لك اهو، وانا اللي انا عارفه 7 او 8. انت بقى ادينا الرقم المظبوط، يعني ادي جمهورك الرقم المظبوط. 6 دول دول المظبوطين. طب دول والباقي؟ الحق بربنا بامانه. والله. اللي هو فيهم واحد عرفي الاستاذ احمد كمان. فؤاد حسن، الاستاذ احمد رمزي، احمد رمزي، الاستاذ سامي الزغبي. سامي زغبي، ده الحب اللي جوه قلبك محمد لحد الان. السباعي اللي استاذ كان محمد مساعد وزير اه طبعا الداخلية، طبعا. الله يرحمه الله ويحسن يرحمه. إليه، اه لعمه يوسف السباعي. اه. كمال نعيم. كده 5. بس كده 5 فاضل واحد. كمال نعيم، ما قلنا كمال نعيم. لا، في حد لبناني او سعودي اسمه حاجه المله. الملا، لا اه ده كان جواز عرفي. كان عرفي، ما كانش عرفي، جواز لا مناسب. انا قلت تمام. لك يوم واحد عرفي. اه يعني الحاجات اللي ال 15 الحاجات دي كلها في الهوا. والله ما حصل. تمام. لا والله ولو مصدقك انت. حصل ده جواز، ده لا شيء لا. يشرف على يعني، ما فكره انا ربنا عايز محلله. يعني عايز اعرف جمهور النجمه نجوى فؤاد انها انسانه صريحه جدا، واضحه جدا، متواضعه جدا جدا جدا. يعني فعلا لو في حد سابع والله هتقول انا بحلف بالله، بدليل ان انت قلت في واحد عرفي. اه تمام. طيب انت حضرتك طبعا في الجوازات دي كان في النجم الكبير الله يرحمه احمد رمزي. تمام. اللي انا اعرفه عن حضرتك، طبعا احنا اصدقاء ويعني وبتكلم معاكي كاخ احنا كتير، اخوات. احنا اخوات. تمام. اشمعنى الاستاذ سامي الزغبي اللي لحد الان حبه جوه قلبك؟ ايه يعني عندك النجم الكبير احمد رمزي ليه حب مش جوه قلبك؟ كنت نضجت دخلت في دور الأنوثة بقى اه. وهو عاملني كويس كان والدنيا. حنين عليكي وكان كان طيب. حنين عليا اه اداني حاجات، مش يعني حبيته. اه. هو ده الحب، ده الحب اللي في حياتي. ده اللي انت حبيتيه من قلبك. بس طيب. دلوقتي بقى ما عنديش لا فكرة بصرف عنه هو النظر، انا فين. بتكلم ان هم في 6 ازواج، في زوج انت لحد الان اللي حبيتيه قوي. أوي. طيب الزوج اللي حضرتك حبيتيه دوت ليه اتجوز عليكي وكنت بترقصي في فرح ودخل بعروسته عليكي واتجوز صديقتك؟ يعني ليه افترى عليكي بص، كده؟ بلاش كلمة صديقتي دي، لأن مم. دلوقتي موضة الأصدقاء بياخدوا يعني أزواج دي كانت صدمه صحابة. كبيره في حياتك؟ صدمة كبيرة، اه. إنما ده اسمه ونصيب، وأنا جعلتها اسمه ونصيب، ونصيبي جه لغاية هنا وتوقف. طب انا عارفه قصدي ايه. اه انا قصدي يعني هو ليه افترى، يعني ليه يعني ليه انت. افترى عليه؟ اه نصيب ايوه بس مع بص عارفه قصدي ايه. اه قصدي اتجوز يعني في الخفه، اعرف من الجرايد، اعرف من الناس، لكن يتجوز في حفله انت فيها ويعلن جوازه لا، وانت اللي بترقصي؟ أنا كنت بشتغل في المكان ده، في الأوتيل ده، وكان فاضل لي 13 يوم. وعقدك انتهى. فأنا برج جدي عنيد عارف. جدا. اه حبيت أفصل شغلي عن علاقاتي الشخصية أو حاجاتي الشخصية، مم. حياتي الشخصية. يعني معقوله رقصتي وانت في فأنا كامل. هم عاملين ريسبشن في البروم تحت، اه فقلت الريسبشن هيخلص الساعة 11، أنا الشو بتاعي 1 بالليل. اه فطلعت لقيت المكان فاضي كله. بقول لهم في ايه؟ قالوا لي وزارة الخارجية ده حاجزة المكان، في ضيف جاي يشوف الشو ويتعشى. عادي. اه دخلت اغير هدومي، طلعت لقيته قاعد هو كل اصدقائي. يا خبر. مم. عارف المذبحة الحمامة المذبوحة؟ اه احلى ما رقصت واحلى ما قدمت ولا فتحت بقي. ليه؟ هو من غير ليه، هو كده ربنا بقى معاه. وربنا سبحانه وتعالى بلاك اوت على عينيا، ما شفتهمش وانا برقص، مم. ما شفتهمش. طب هو رد فعله ايه؟ ما اتكلمتوش لا بعديها؟ لا لا لا، ولغايه الان طب يمكن دلوقتي فات علينا 30 سنه ما فتحناش تليفون لبعض، مش ما سمعناش صوت بعض، ما شفناش بعض، طيب ما التقيناش في اي عشاء، في اي شارع، في اي شوبينج، في اي حاجه.